انا لسه راجعه حالا من السكشن، وبصراحه ده اول سكشن في الترم الثاني، ولسه كمان شاريه كمان الكتب دلوقتي، وكمان في محاضرات كتير ومدعكه. وكلكم طبعا كتبتوا لي في الكومنتات انكم عاوزين نصايح يعني والروتين لرمضان. وانا بصراحه حسيت بالخطر، لان كل الضغط الدراسي والتقييمات دايما بتكون في الشهر ده اللي هو شهر رمضان يعني. فلازم اعمل حسابي وانظم اموري، عشان كده الدنيا ما تبصش او ما تسحش على بعض زي ما بنقول. كلنا طبعا عاوزين نطلع من رمضان مش مراكمين اي مواد، وكمان مش مقصرين في اي جانب من جوانب حياتنا. عشان كده انا النهارده رجعت لكم باهم النصايح عشان نحقق اعلى اداء دراسي واعلى استفاده واستمتاع كمان في رمضان. وكمان هنشوف في الفيديو ده روتينين جامدين جدا انا جربتهم في الدراسه في رمضان، وفروق جدا جدا معايا، وكل سنه بتكون تجربه ممتعه جدا ان انا اذاكر في رمضان. والروتينات دي هتبقى شامله المذاكره وكمان الصلاه وكمان ختم القران في رمضان، وكمان هتبقى شامله الجانب الترفيهي من حياتنا، وازاي كمان ننظم نومنا في رمضان. قبل ما ابدا الفيديو انزلوا اتاكدوا ان انتم مشتركين في القناه، وكمان فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واعملوا لايك للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد. وكمان عاوزين القناه انها توصل لاكبر عدد قبل شهر رمضان، نفسي اوصل باذن الله ل 3000 او اكتر كمان زي ما تحبوا يا جماعه. المهم ان انتوا اعملوا لايك للفيديو ده عشان يوصل لعدد كبير جدا. وشكرا جدا على كومنتاتكم اللي بتفرحني، وكمان بتساعدني ان انا اعمل فيديوهات اكتر، وكمان بتساعدني ان انا اعرف اذا كنتم بتحبوا الفيديوهات بتاعتي ولا لا. وشكرا جدا بجد على دعمكم ليا. باذن الله اول ما نوصل ل 3000 مشترك ان انا اعمل فيديو نجمع كل الكومنتات الجميله، وكمان هرد على الكومنتات اللي انا ما بعرفش ان انا ارد عليها، هنعمل لها فيديو مخصوص باذن الله. وبس كده يلا نبدا الفيديو بتاعنا. في رمضان طبعا بتتغير مواعيد الدروس عندنا، وكمان ساعات المذاكره والتوقيت كله بيتغير، وبناء على ذلك هنغير روتين حياتنا وعاداتنا. مبدئيا كده عاوزاكم تشيلوا من دماغكم فكره انكم مش هتقدروا تذاكروا، او انكم طاقتكم بتكون قليله اثناء الصيام، او التركيز يعني بيكون قليل. لا طبعا كل دي افكار غلط، وانا عاوزاكم بس تنسوا العقليات دي او تتخلوا عن التفكير بالطريقه دي. الصيام دايما بيدينا متسع من الوقت ان احنا ممكن نستغله في المذاكره، ويكون عندنا وقت كبير جدا في اليوم. لو قدرنا نستغله كويس هنعرف اننا نتاقلم ونطلع بكم كبير جدا من الاستفاده. وخاصه بقى ان احنا طول الوقت بنفكر ناكل ايه ونشرب ايه، ودايما بنضيع وقتنا خلال اليوم في الاكل والشرب. حتى واحنا بنذاكر بنبقى بنفكر هنخلص مذاكره وهنتغدى او هنعمل ايه، او حتى هنقوم نشرب حاجه واحنا بنذاكر. كده كده الصيام هيدينا وقت كبير جدا ان احنا نذاكر فيه. تاني حاجه حابه اتكلم معاكم فيها هي انكم لازم تبداوا تلموا كل المتراكم عليكم في الفتره دي. قبل الدخول لرمضان اي حاجه واقعه منكم في المناهج لازم تبداوا تحطوا ليها خطط وجداول، وكمان تبداوا فيها على طول عشان ترتاحوا منها في رمضان. وكمان تبداوا في رمضان على نضيف، لان في بدايه الشهر الموضوع بيكون صعب علينا ان احنا نركز، وكمان ان احنا نتاقلم في البدايه، وان احنا نعلي كمان ساعات المذاكره بتاعتنا والتركيز بقى، سواء بقى هننزل دروس او جامعه او لا. فده هيكون مجهود كبير جدا علينا. لو حابين نعمل جدول المذاكره للم المتراكم قبل رمضان اكتبوا لي في الكومنتات انتوا في سنه كام، وباذن الله هعمل فيديوهات لكل السنين. هنعمل فيديو مع بعض، وكمان هعرفكم ازاي تلموا الدنيا قبل رمضان. وبمناسبه موضوع الجداول ده، فاكتر حاجه هتنظم وقتكم خلال رمضان هي الجدول الاسبوعي. الجدول ده هيلم لكم كل حاجه متراكمه عليكم، وكل حاجه موجوده في الاسبوع انتوا المفروض تعملوها او المفروض تذاكروها، لانه بيكون جدول شامل لكل ايام الاسبوع، وبتحددوا فيه المواد اللي هتتذاكر في كل ماده من المواد اللي عندكم. ولما تعرفوا مواعيد الدروس الجديده كده ابداوا على طول حطوا جدولكم الاسبوعي زي ما علمتكم قبل كده، وهسيب لكم لينك الفيديو اللي انا عملته قبل كده في اول كومنت. وبالنسبه للعبادات فاحنا مش عاوزين نكون مقصرين فيها، لان شهر رمضان مش بيبقى كل يوم، ده هو حته شهر واحد بيجي كل سنه. فعاوزين نلتزم بالصلاه والذكر الكتير خلال الشهر، لانه شهر استجابه الدعاء، فاللهم ارزقنا العفو والعافيه واغفر لنا ما تقدم وما تاخر من ذنبنا. عايزين كده نتسابق على ختم القرآن الكريم حتى لو مرة واحدة في الشهر ده. في ناس ما شاء الله بتختم القرآن أكتر من مرة، وإن شاء الله هتكونوا من الناس اللي تختم القرآن أكتر من مرة في رمضان. استغلوا الشهر ده في الدعاء كمان، وابقوا افتكروني في دعائكم، وهبقى انزل معاكم ختمات وتحديات في رمضان عشان نشجع بعض كده على الأعمال الصالحة بإذن الله. حاجة حابة أتكلم معاكم فيها هي بعض العادات اللي احنا المفروض نقلل منها خلال الفترة دي، عشان لما نوصل لرمضان نكون مركزين وقادرين ان احنا نحقق هدفنا. وأول عادة من العادات دي وهي عادة شرب القهوة أو المنبهات أو أي حاجة بقى فيها كافيين عامة. لازم نبدأ نعمل ليميت او حد معين لشرب القهوه في اليوم، زي مثلا انك تشربها مره واحده او بكميات صغيره خلال اليوم، عشان لما نذاكر في الروتينات اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي نكون مرتاحين ومش حاسين بالصداع او الارق، وعشان نقدر كمان نتحكم في نفسنا وفي وقتنا بشكل اكبر. وبعد كده نبدا نشربها بعد الفطار في رمضان بساعه او ساعتين، عشان برضو مغذيات الاكل او الفايده اللي في الاكل ما تروحش هدر، نحصل على المغذيات اللي محتاجها جسمنا، لان اي حاجه فيها كافيين بتمنع امتصاص الحديد. ونحاول كمان نسيستم الدنيا. انا شخصيا بعمل كده لاني بحب القهوه جدا، فبشربها بعد الفطار بساعه او ساعتين، عشان زي ما القهوه ليها فوائد كتير جدا فهي لها اعراض جانبيه زي ما بنقول عندنا في الطب. وعادات الاكل كمان طبعا مهم ان احنا ناخد بالنا منها عشان نقدر نركز في المذاكره، وخاصه لما نذاكر بعد الفطار وكده. نحاول ما نكترش في الاكل، وخاصه الاكل الدسم، عشان نكون كده خفاف ونذاكر بنشاط كده وما نكونش خاملين، عشان زي ما انتم عارفين لما احنا بناكل كتير مش بنقدر نفتح الكتاب، وكمان بننام واحنا بنذاكر. فياريت ناكل كمان بروتين كتير او بيض او كالسيوم، وكمان حاجات فيها غذاء عشان نقدر نذاكر ونروح الدروس والجامعه وكده، عشان ما نحسش كمان بالتعب والارهاق خلال
اليوم واحنا صايمين. وعشان كده لازم نشرب ميه كتير جدا في الفتره اللي بنكون فيها فاطرين عشان ننشط جسمنا والدوره الدمويه. وكمان بلاش سكريات كتير جدا بعد الفطار وفي السحور لانها مضره للصحه، وكمان بتخليكم تحسوا بالعطش وانتوا صايمين، وكمان بتقلل التركيز. فعلى الاقل لو انتوا عايزين تاكلوا سكريات او حاجه مسكره كلوا قطعه واحده بس. نيجي بقى لاهم روتينات المذاكره اللي انا بستخدمهم في رمضان لسنين طويله وجابوا معايا نتائج كويسه جدا. الروتينات دي زي ما قلت لكم مش بس للمذاكره، هتكون شامله الصلاه وكمان العباده، وكمان هيكون فيها جزء للترفيه، وكمان جزء مهم جدا وهو النوم. ناس كتير جدا بتتجاهل او بتنسى تنظم نومها في رمضان او تاخد بالها من موضوع النوم ده. النوم لو متظبطش بيضرب كل الخطط او كل الحاجات اللي احنا عاملينها، وكل الخطط وكل الجداول اللي احنا عاملينها المذاكره بتبوظ. كده ركزت كتير جدا في الروتينات اللي انا هذكرها معاكم الوقت بالفيديو ده، ان انا انظم لكم النوم، وكمان ان انا اديكم نصايح كتير جدا وانظم اوقات النوم عشان تناموا وقت كبير جدا وتقدروا ان انتوا تركزوا خلال اليوم. اول روتين معانا وهو روتين المذاكره بعد الفطار على طول. اول ما نفطر كده ونسترجع طاقتنا وقوتنا نصلي المغرب والتراويح، وبعدين نرجع نذاكر في الفتره اللي هي من بعد التراويح لحد السحور. وما شاء الله الفتره دي بتكون طويله جدا ان احنا نقدر نذاكر فيها كميه كبيره جدا. وطبعا مش هنذاكر كل الفتره دي، لا احنا هنقسم الوقت، هيكون في فترات راحه كتير جدا عشان كده ما نزهقش من المذاكره ونرجع شغفنا وطاقتنا كده على طول. عشان كده كل ساعه او ساعتين خدوا ربع ساعه بريك عشان ترتاحوا فيها، وكمان تفصلوا مخكم شويه عشان ما تزهقوش، وكمان تسترجعوا طاقتكم، او تاكلوا اي حاجه مكسرات مثلا او سناكس او اي حاجه تشربوها، او اشربوا القهوه بتاعتكم. انا كده كده باجل قهوتي لوقت المذاكره وما بشربهاش وقت الفطار، اقصد يعني بعد الفطار على طول، بحب اشربها مع الكتب او الشغل اللي علينا. هنقسم المذاكره اللي علينا على مذاكره وحفظ وكمان حل اسئله كتير عشان يكون في تنوع كده وما نزهقش من المذاكره بسرعه. وطبعا هنتعب شويه على ما نتاقلم، ولكن هيكون مفيد لنا في النهايه. تنظيم النوم بتاعنا بقى في الروتين ده هيكون عامل ازاي؟ اول حاجه هننام شويه حلوين بعد ما نرجع من الدروس على طول، نصلي على طول ونقرا القران بتاعنا، وكمان نبدا ننام ونصحى على الفطار على طول. هنصحى على طول على الفطار مفوقين كده ومصحصحين، وبعدين نفطر ونصلي المغرب وبعدها التراويح، ونرجع تاني نذاكر بقى، او نرجع بعد السحور على طول او بعد صلاه الفجر ننام بقى لحد ما ميعاد الدروس بتاعنا يجي على طول. كده نسترجع طاقتنا وكمان ننام كويس خلال اليوم، وكمان نسترجع طاقتنا ونقدر ان احنا نروح دروسنا مصحصحين كده ونايمين كويس ومش حاسين بارهاق. وهكذا بقى نتبع الروتين ده لحد اخر يوم في الشهر، وكده هنكون نمنا كويس وصلينا وكمان ذاكرنا كويس من دون اي ارهاق ولا اي زهق في المذاكره. تاني روتين معانا النهارده وهو انك تبدا تذاكر من بعد السحور لحد اذان الظهر ما يأذن. المذاكره بعد السحور بتكون جميله جدا ومريحه لان طاقتنا بتكون عاليه جدا في الوقت ده، وكمان اعلى من الوقت اللي احنا بنكون فطرنا فيه، يعني اعلى من طاقتك بعد ما بتفطر على طول، لاننا كلنا بناكل حاجات خفيفه في السحور، وكمان بنكون فوقنا من صيام اليوم اللي قبله من الفتره اللي هي بعد الفطار لحد السحور، فهنكون كمان مركزين جدا. عشان كده نبدا ان احنا نتسحر كويس وبعدين نصلي الفجر ونقرا جزء كامل من القران عشان نلحق ان احنا نختم القران الكريم في الشهر ده باذن الله. وما تفكروش ان قراءتكم للقران في شهر رمضان هتضيع وقتكم او يعني هتلهيكم عن المذاكره، لان ما زحم القران شيئا الا بركه. قراءتكم للقران بتخلي عندكم بركه في الوقت كده، وكمان بتديكم تركيز على المذاكره، وكمان بتخليكم تقربوا من ربنا اكتر. ان القران من اهم الحاجات ومن اهم العبادات المفيده اللي احنا المفروض نعملها في رمضان عشان تقربنا من ربنا اكتر، وكمان كل حرف بنقراه او بنشوفه بعيننا بناخد عليه حسنات كتير. ما تخلصوا وتصلوا صلاه الفجر كده وبعدها تبداوا على طول في جزء القران بتاعكم وتخلصوه، ابداوا على طول بقى في المذاكره على طول. ويا ريت لو انتوا تقدروا ان انتوا تبداوا من قبل ما الفجر يأذن، ابداوا على طول في المذاكره عشان تستعدوا، وكمان تشربوا ميه كتير وتكونوا مصحصحين. وكمان لو انتوا عايزين تشربوا القهوه بتاعتكم وانتوا بتذاكروا على طول تقدروا ان انتوا تعملوا ده وانتوا فاطرين لسه. وما تنسوش تقسموا المواد اللي عندكم على الوقت اللي معاكم عشان تقدروا كده تحددوا الوقت اللي انتوا هتذاكروا فيه، وكمان تاخدوا ساعات بريك كتير، وكمان ان انتوا تاخدوا يعني ساعات راحه بين كل ساعه او ساعتين، ممكن تاخدوا مثلا ربع ساعه. قلت لكم كل ساعه او ساعتين ممكن تاخدوا ربع ساعه، لان انا بحب ان انا اذاكر ساعتين او ساعه، يعني الوقت يكون متجمع او وقت المذاكره يكون متجمع مع بعض عشان ما نفضلش نفصل كل شويه ونخرج كل شويه من مود المذاكره. الطريقه دي بتشتت انتباهنا وبتقلل تركيزنا، عشان كده لازم كل ساعتين ناخد بس ربع ساعه، او كل ساعه مثلا ناخد 5 دقائق بريك، وبعدين نرجع تاني بعد ما نكون استرجعنا طبعا طاقتنا وشغفنا وتحمسنا كده نرجع تاني نكمل مذاكرتنا. الروتين ده بالذات تركيزك هيكون عالي جدا جدا لانك هتكون صايم، وكمان مش هتحتاج كل شويه تقوم من على المذاكره عشان تاكل او تشرب او تعمل فنجان قهوه مثلا عشان تقول لنفسك ان انا هركز اكتر او عاوز يعني حاجه اشربها تساعدني على التركيز. لا، كل ده هيبقى في الفاضي طبعا عشان احنا صايمين، فهنبقى قاعدين على الكتاب ومش هنضطر ان احنا نقوم كل شويه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال بورك لامتي في بكورها، يعني مثلا الاوقات اللي بتكون نصحى فيها بدري اللي هي بعد الفجر على طول دي من بدري ونعمل كل اللي ورانا، ما بنحسش اصلا بالحاجات اللي احنا عملناها، لان الوقت ده بيكون فيه بركه كتير جدا لدرجه ان احنا بنعمل حاجات كتير جدا في الوقت ده وما بنحسش بيها. وبعد كده لما تقضوا كل الوقت ده في المذاكره هتخلصوا كل المذاكره اللي وراكم، بعدها على طول هتبداوا ان انتوا تنزلوا الدروس اللي عليكم، وبعد ما ترجعوا باذن الله نعمل لكم ساعتين بعد ما تصلوا طبعا او تقراوا شويه في القران، هتناموا ساعتين وتصحوا على الفطار. هتصحوا بقى كده مركزين شويه، وبعدها على طول تبداوا ان انتوا تصلوا المغرب والتراويح، وكمان تخلصوا كده وتفوقوا او تقعدوا شويه مع عيلتكم او تستمتعوا او تروحوا اي مكان
اللي انتوا عاوزينه او تقضوا المشاوير اللي عليكم. وبعدها على طول بقى اما تيجوا من الحاجات اللي انتوا هتخلصوها دي او تقعدوا شويه مع عيلتكم، تبداوا ان انتوا تدخلوا يعني تناموا، تبداوا ان انتوا تناموا بدري كده، يعني مثلا تناموا الساعه 10 او 11 على طول بدري، عشان ايه؟ تصحوا كده على التراويح مركزين وتبداوا في الروتين ده من تاني. وبكده هتكون لحقت المذاكره والصلاه والقران وكل حاجه في شهر رمضان هتكون ماشيه بنظام معين. شهر كده مش هيلخبط لك المذاكره بتاعتك، وكمان مش هتقدر ان انت تعمل الصلوات بتاعتك او كده، لا انت هتقدر تصلي وكمان تذاكر، وكمان مش هتراكم اي حاجه عليك زي الشاطر كده في رمضان. وبالنسبه بقى للمسلسلات، ودي حاجه لا مفر منها في رمضان، لاننا كده كده هنتعرض ليها في رمضان. هنعمل ايه بقى عشان ما نخليش المسلسلات تضيع وقتنا وتضيع كمان علينا العبادات المهمه في رمضان؟ فانا هقول لكم على الحل الانسب لنا كلنا. احنا ممكن نسمع بس حاجه واحده او حاجتين من الحاجات اللي بتتعرض في رمضان. طبعا في ناس من ثالثه ثانوي بتتفرج عليها دلوقتي، فدول مش هيضيعوا طبعا وقتهم في المسلسلات وكده. فانت مثلا اتفرج على برنامج مثلا اللي هو زي برنامج رامز، كلنا كده كده بنسمع رامز في رمضان، كل البيوت المصريه بتبقى مشغله على رامز وقت الفطار. ممكن تسمعه بقى وانت بتفطر على السريع كده، كده كده احنا بنفطر فمش هنذاكر يعني واحنا بنفطر، فكده كده هو الوقت ده بيبقى ضايع، فانت اسمع البرنامج ده يعني في الوقت ده. وكمان لو انت برضو بعد الفطار على طول ممكن تسمع مثلا اي مسلسل بتعرض بعد رامز في الوقت ده، بعد ما تصلي المغرب على طول بيبقى في مسلسلات عادي بتتعرض في الوقت ده، لان الدوشه يعني في الشارع بتبقى كبيره وفي البيت كمان، فاحنا مش هنعرف نذاكر في الوقت ده، وطبعا بنبقى مشغولين لسه قايمين من على الفطار، فمش هنقدر ان احنا نذاكر على طول كده. وبكده يا جماعه انا كده رشحت لكم كل حاجه وما حرمتكوش من اي حاجه في شهر رمضان. مذاكره هتلاقي، مسلسلات هتلاقي، وان شاء الله كل ده مش هيضيع من وقتنا اي حاجه، لان زي ما قلت لكم احنا بنستغل كل لحظه وبندير كل الوقت واللحظات اللي عندنا عشان نقدر نستمتع، وفي الوقت اللي احنا مش بنذاكر فيه، وكمان نرفه عن نفسنا زي ما احنا عاوزين. انا عن نفسي كل سنه بتابع مسلسل واحد بس في رمضان، عشان يعني انا مش هلحق او اجيب وقت منين لكل الحاجات دي، يعني معظمها حاجات مش مهمه، فانا بس بعمل مثلا حاجه واحده بس ممكن اتابعها، والباقي لا ما بسمعوش يعني. فعشان كده عشان يعني مش هلحق الم المتراكم عليا في المذاكره ولا الم المتراكم عليا في المسلسلات، لا هي حاجه واحده بس. فانا قلت ما اسيبكوش كده سداح مداح واقول لكم على كل حاجه، وكمان اكون صريحه معاكم، لان كده كده هنتعرض في رمضان لتضييع وقت كبير، فاحنا نكون عاملين حلول لكل حاجه هتواجهنا. المهم يعني ان احنا نحاول على قد ما نقدر ان احنا نستمتع، بس ما نغضبش ربنا في شهر رمضان، وما نلهيش نفسنا عن العباده، عشان العباده دي اهم حاجه في الشهر كله. واحنا صايمين بقى بنحس كده ان احنا خلاص تركيزنا راح ومفيش اي طاقه خالص، فاحنا نقوم زي الشطار كده، نقوم نغسل وشنا على طول بميه ساقعه او نتوضى، عشان كده نلاقي طاقتنا ترجع على طول، ونرجع تاني ان احنا نقدر نفرفش كده، او نحس ان احنا مركزين خلال اليوم. طبعا كل واحد فينا يشوف ايه اكتر روتين عجبه، وكمان يبدا ان هو ينفذه او يتعود عليه في شهر رمضان، وكمان يشوف اكتر روتين هيجيب نتيجه معاه ويعتمده طول الشهر، عشان ده بجد طريق الانقاذ في رمضان. عشان زي ما قلت لكم اهم التقييمات واهم المواد والدروس بتتشرح كل سنه في شهر رمضان، فمحتاجين نركز ونجرب اكتر من طريقه لحد ما تظبط معانا. فممكن تجربوا الروتينين دول وتشوفوا ايه اكتر واحد هيظبط معاكم. انا الحمد لله ظبطت لكم المذاكره والنوم كمان في الروتين ده، يعني مش هتذاكر بس كده وخلاص، لا المذاكره بس هتبقى متظبطه، وكمان النوم بتاعكم هيبقى متظبط، والصلوات حتى كمان، وكل حاجه هتبقى تمام معاكم. عشان انا حاولت على قد ما اقدر ان الخطط دي تكون محكمه والروتينات تكون برده محكمه وكمان منطقيه جدا، عشان كده عملت حساب لكل حاجه، وكل حاجه طبعا هتكون في امان ومش هنحتار تاني. حاول كمان على قد ما نقدر واحنا صايمين اننا نحافظ على طاقتنا خلال الصيام، وما ننفعلش او ما ندخلش في نقاشات وصراعات ملهاش لازمه، وكمان نحاول ما نكلمش حد كتير او ما نتكلمش كتير. اقصد يعني ان احنا نحاول ما نتكلمش كتير ونضيع طاقتنا في الكلام، لان الكلام هو اكتر حاجه بتستهلك طاقه في جسمنا، واحنا طبعا محتاجين الطاقه دي في فهم ومذاكره الدروس والمحاضرات اللي علينا، فلازم ناخد بالنا كلنا من النقطه دي. ولو عندكم برضو اي مشاوير اجلوها برضو بعد الفطار، عشان تكونوا استعدتوا طاقتكم كده، وكمان تتمشوا او تهضموا الاكل اللي انتوا كلتوه. بس كده ده كانت الروتينات بتاعتنا النهارده واستعداداتنا لشهر رمضان، وكمان كل الخطط وكل الحاجات وكل النصايح اللي احنا المفروض نمشي عليها في شهر رمضان انا قلتها لكم في الفيديو ده. استنى بقى كومنتاتكم الجميله على الفيديو ده، وبجد انا عاوزه اسمع رايكم جدا في الروتينين اللي انا قلتهم، وكمان يعني انا بحب كومنتاتكم جدا، فما تحرموناش من الكومنتات يا جماعه، واكتبوا كل المواد اللي انتوا عاوزينها في الكومنتات، او الحاجات اللي انتوا عاوزينها ان احنا نعمل عليها جداول الحاجات المتراكمه عليكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد، وباذن الله نوصل ل 3000 قبل بدايه شهر رمضان. هكون بجد فرحانه جدا لو انا وصلت لاكتر من 3000 كمان بجد، لان انا تعبت جدا وبتعب الفتره دي عشان اعمل فيديوهات ومش بتاخر، فعشان كده يا رب يعني نوصل لعدد كبير. ولو اول مره بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.